تلاقي الناس كاتبه تيم بلاير، اناليتيكال ثينكر، اي ويزرد. اما انت بقى فانت بتكون داخل كده على لينكد ان بتقول لهم ان انت بتشتغل وورد واكسل كويس. هو انت هنا مش بتحس ان في ايرور؟ على حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي اللي توقع ان بحلول 2030 هيختفي 92 مليون وظيفه كجزء من التحول التكنولوجي اللي حصل في العالم كله. خد بالك ان ده مش كمان 50 سنه، ده كمان 5 سنين، اللي هو غالبا احنا كلنا هنكون لسه بنشتغل. طبعا ده مش شرط يقول انك لازم هتفقد شغلك، بس بيقول ان محتاج تبص للمهارات اللي محتاجه تكون عندك بشكل تاني. في الاول خليني احكي لك قصه علي شاهين اللي كان مدير في شركه تكنولوجيه متوسطه في تركيا. وفي يوم من الايام الشركه دي كانت هتطلع بمنتج كبير قوي، فكانت عامله ضغوطات على الناس كلها في الشغل، وبالتالي كانت الناس متوتره ومضغوطه. واحد من المهندسين الشباب في الوقت ده كان اسمه كريم، كان حاسس ان هو على اخره من الضغط. في الوقت ده كان عنده مشاكل في البيت ومشاكل في الشغل، فخلاص على اخره. بس علي هنا ما قررش ان هو يتعامل مع كريم بالطريقه اللي ممكن ناس كتيره قوي من المديرين يتعاملوا بيها مع الموظفين، اللي هو ما انت شايفنا كلنا مضغوطين، ما احنا كلنا بنتعب وبنتاخر، بتجمد كده شويه، احنا خلاص قربنا نخلص. لكن راح ونزل له من الحته اللي هو فيها وقال له انا حاسس انك انت بقالك وقت مش كويس، ما تحكي لي كده ايه المشكله اللي عندك واقدر اساعدك ازاي. ولما عرف ان فعلا كريم بيمر بضغوطات قام عدل في جدول التسليمات علشان يخفف من عليه الضغط شويه وشويه كمان، وسهل له الدنيا اكتر ان هو خلاه يشتغل يومين من البيت، وقف معاه مع الاداره، وده خلى كريم سلم المطلوب منه في ميعاده. كمان بقى من اكتر الناس اللي عندها ولاء للشركه. قدره علي ان هو يحتوي كريم ويتفهم هو حاسس بايه ويقف معاه هي اكيد حاجه انسانيه، الا انك لو برضه بصيت لها من الناحيه العمليه هي خلت كريم يشتغل احسن ويطلع نتائج احسن، احساسه من الامتنان ان مديره مقدره وشايف هو تعبان ازاي. ودي هي اول حاجه سوق العمل هيفضل محتاجها، انك تكون عارف تتعامل مع الناس وتفهمهم وتحل المشاكل الانسانيه قبل ما تحل مشاكل الشغل نفسه. قبل ما نروح على النقطه الثانيه خليني احكي لك قصه جورجيا ايانونو. جورجيا كانت ابن العيله في مدينه صغيره جدا في انجلترا، عيله بتدير مطعم بسيط قوي للفيش اند شيبس. بقالهم سنين كل حاجه ماشيه تمام جدا لغايه ما جت سنه 2020 الكورونا دخلت المطعم وجابت ظرف، المبيعات فجأة بقت صفر، الزباين مش قادرين يجوا ولا هم عندهم دليفري ولا حتى طريقة ان هم يستقبلوا بيها طلبات اونلاين، وفي وقت قليل جدا ابتدى البيزنس ينهار. لغاية ما جورجيا قررت ان هي تاخد الموضوع بزاوية تاني، وان هي تحلل البيانات اللي كانت اصلا موجودة. مجرد ما ابتدت تحط البيانات جنب بعض وتحللها، وخصوصا هي كانت دارسة إدارة، حطت ايديها على المشكلة، واللي كان حلها ساعتها بسيط جدا، ان هي تعمل ويب سايت الناس تطلب منه اونلاين وتدفع كمان اونلاين. ورجعت تدرس البيانات تاني وتشوف هي اكتر حاجه الناس بتطلبها ايه، وابتدت ان هي تحسن في تجربه الطلب شويه بشويه. هي مش بس هنا عرفت تكمل، هي كمان عرفت ان هي تكبر البيزنس في وقت كانت المطاعم ما كانتش عارفه تكمل وعماله تقفل واحد ورا التاني. ودي المهاره الثانيه بقى، وهي القدره على اني احلل البيانات. النقطه الثالثه والاخيره واللي غالبا اتوقعتها هي القدره على التكيف في التكنولوجيا. هو الاي اي في حد ذاته مش جاي ياخد مكانك، بس اللي بيعرف يستخدمه بقى ممكن قوي ياخد مكانك. وما تقوليش اصلي ماليش في التكنولوجيا ومش بحبها والكلام ده، انت اكيد مدرك ان الجمله دي ملهاش مكان النهارده خالص. في الاخر عايزه احكي لكم عن قصه سمعتها من حد من قرايبي بشكل شخصي. هو كان شغال في هيئه من الهيئات الحكوميه العملاقه، وعلى الرغم من ان الهيئه دي كبيره جدا وعندها فلوس كتيره قوي، الا انها كانت ماشيه بنفس الطريقه البيروقراطيه، اللي هو ننزل ورقه من الدور الثاني ونطلع نختمها ونستنى مين يجي، ولو مش موجود نستناه يجي بكره. وفي لحظه دخلوا السيستم كجزء من اتجاه الدوله، وطبعا كان في مقاومه رهيبه ليه في الاول. احنا مش متعودين عليه، هو صعب، احنا مش بنحبه، طب احنا ليه نشيل الورق، احنا عايزين نكمل بالطريقه اللي عايزينها. والاداره كانت قادره تصبر على الناس، وده لسبب بسيط جدا، ان الناس دي كانت في الحكومه عقدها مفتوحه. لكن مع اصرار الاداره ان هي هتدرب الموظفين بشكل مكثف، في ناس فعلا تفاعلت وابتدت تستخدم السيستم الجديد، لكن في ناس قررت ان هي برضو مش عايزه تستخدمه. وساعتها الاداره خدت اكشن ناحيتهم، ان هي قررت ان هي هتكسر العقود المفتوحه وهتدفع للناس تعويضات ماديه هائله ساعتها، لان الشخص ده خلاص اصبح حد بيرجع المؤسسه لورا، فانا هستغنى عنه ايا كان الثمن حتى لو هدفع له فلوس كتير قوي. وده حصل مع ناس خد بالك دي عقودهم مفتوحه، اضطروا يدفعوا مبالغ هائله عشان يمشوهم. فتخيل بقى انا وانت اللي عقودنا سنه هيحصل فينا ايه لو ما عرفناش نواكب التكنولوجي. السوق بيتغير بسرعه جدا، والتكنولوجيا قادره ان هي تسبقنا بخطوتين. بس الخبر الحلو بقى ان لسه الانسان هو الاساس. هي صحيح المكنه ممكن تحسب لك الارقام، بس مش هتعرف تحتوي زميلك في الشغل وتحل المشكله، ولا تفكر بره الصندوق زي ما عملت جورجيا. فابدا انك تطور في المهارات دي حتى لو هتمشي كل يوم خطوه واحده عشان تفضل موجود في السباق. وفي الاخر خليك فاكر دايما اني بتمنى لك الافضل. انا مريم عزت، وده انفو ببساطه. ما تنساش اللايك وسبسكرايب.